وانا قاعد كانت الساعة 12 بالليل، وفجأة لقيت التلفزيون قفل وفتح مرة واحدة، وبعد كده قفل خالص، ولقيت نور المطبخ وطي جدا زي ما يكون شمعة هي اللي منورة. وبعدها ظهر عم ابراهيم. لقيته داخل عليا من باب الأوضة. بسم الله الرحمن الرحيم. انت تاني؟ انت عايز مني ايه يا عم انت؟ انا سبت لك المكان علشان تيجي لي هنا. زي ما قلت لك قبل كده، هحتاج منك انك تساعدني علشان اخد حقي من اللي قتلوني وكانوا السبب في موت ابني، وانت الوحيد اللي هتساعدني. طب لو ما رضيتش اساعدك ايه اللي هيحصل يعني؟ هتموتني مثلا يعني؟ لا، انا مش بموت حد. امال هتعمل ايه؟ لو قادر تعمل حاجة كنت رحت خدت حقك من اللي قتلوه. لقيت عينيه برقت جامد وقال لي ما تخلينيش اذيك، انا مش عايز اذيك. بقول لك ايه يا عم انت، اللي انت تعرف تعمله اعمله، انا مش بخاف.